السلام عليكم ايها الشعب العظيم. طبعا يا شباب اليوم معين لكم يعني اوراق مهمه جدا، اوراق اقول لي من جهه امنيه من داخل عدن موثوق فيها، طبعا مع مخططات من اصحاب الاسكان، يعني بالمتر بالتاريخ بكل شيء، مع الممتلكات تم سرقها من قبل ابناء الشمال من يوم ما توحدنا معاهم، ومنهم ناس بالاصلاح وناس ما جالسين بالشرعيه الان. تمام، اوريكم بس السرقه. طبعا ما بتقول لكم الاسماء دي كلها والاراضي والمساحات والمصانع والحاجات دي، بناخذ وقت طويل. المهم طبعا في اغلبيه الاسماء يعني صراحه ما اعتقدش انها يعني اسماء عربيه، اعتقد انها اسماء ايرانيه، فيعني حتى مش قادر انطقها انا، يعني اضطريت اني استضيف واحد من اصل العرب. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. اخباركم؟ انت من اصل العرب؟ حالي العرب كلها. انت العرب بكلهم؟ يا سلام، حقنا معانا. معزلت ولا بعزاء؟ بنحتاج بس تصحح لي الاسماء اللي بنطقها لان انا مش قادر انطقها. طبعا ما بنطقش كل الاسماء، بنطق لكم بعضهم اللي هم حق حزب الاصلاح، ومنهم قيادة حزب الاصلاح وناس بالشرعية. اوكي نبدأ. 64 قطعة ارض في بلوك 11 بير فضل استولى عليها عبد القادر هلال. تمام، هذا اسم نقدر ننطقه، اسم عربي. مساحة واسعة في قردمول استولى عليها محمد علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشرقية. يا سلام، ما بنغلقش الليستة كامل، خليها على جنب. الأوراق موجودة، لو أحد منكم كان أصحاب الإصلاح أقسم بالله بطلع لكم الأوراق مع التخطيطات مع كل شيء، أوريكم لكم يعني حزب سارق. طبعا هذا مقر جمعية الصداقة اليمنية السوفيتية اللي يقولون لها الاتحاد السوفيتي. كريتر استولى عليه غالب القمش. غالب القمش. ايش؟ غالب القمش. مش القمش، هذا القمش. يا سلام، غالب القالي رئيس جهاز الامن السياسي. تمام. مقر نادي الشباب البريق استولى عليه عبد العزيز الذهب. هذا بنعم الذهب دي قتلوه في حي هذا في البيضاء. هذا اللي قتلوه في البيضاء الطائرة اللي نزعلت عليه. اللي قالوا قتلوا مع القهال حقهم مدري ايش. من القبيلة. اوكي. مقر الشباب في الشيخ عثمان استولى عليه عبد العزيز الذهب، مثل دورين الكزو. مقر الشيد في المحافظة كان يسمى غاندي. كريتر استولى عليه يحيى الراعي. الدكتور ولا الدكتوراه؟ الدكتور اللي بلا شهاده، اللي عينوه بعد عبد الله بن حسين الاحمر في رئيس مجلس النواب. قد دكتور هو بلا شهاده. يا سلام، والله يا سلام. استلموا. معاكم نادي ساحل ابي الخور مكسر استولى عليه يحيى دويدي. يحيى دويد مش اخو دايود حسين. يا سلام. المهم هو هذا اللي قالوا. انتم اصل العرب تفهموا حقكم الاسماء لان احنا مش اصل عرب. ميناء الاصطياد المعلى استولت عليه شركة سام. اقسم بالله ما لي داخل المعلومات اجت من عدن ولا من فين من اصحاب الاصلاح. يقول لك استولت عليه شركة سام تابعة لمجموعة الاحمر. يا سلام، خبيقة دي الاحمر خلنا شريك معاهم. متأكد الاوراق دي. يقول لك منتزه دريدان استولى عليه العميد علي محسن الاحمر. يا اصحاب الاصلاح، علي محسن الاحمر، يا اصحاب الشرعيه تغلطون احنا، اجيتم الان بتسرقوا الجنوب. السفاره السعوديه سابقا استولى عليها محمد علي محسن الاحمر. العطوان حق اصل العرب. يا سلام يا سلام. مساحه واقعه بين محكمه عدن حتى محطه العاقل استولى عليها مجموعات اهالي سعيد نعم. عدن مول طلع قالوا تاجر اشترى الارضيه، طلع استولى عليها اهل سعيد العام. يعني جاي يسرقوا الجنوب. يعني يا اصحاب الاصلاح اول مره بنوجه لكم رساله، يا اصحاب الاصلاح دائما نهاجم حقكم القيادات وحقكم رئيس الاحزاب. هذول اللي جالسين تتبعوهم حزب الاصلاح، شوفوا كيف جايين يسرقوا. هذا طبعا الاوراق دي كامل ما كملتش، والعاده معهم عندهم مخططات اسكانيه بالتواريخ بكل شيء. لو تذكر تنحى 14,000 ساعه اذكر الممتلكات اللي سرقوها. انتم يا اصحاب الاصلاح، يا ابناء عدن، يا ابناء الجنوب بشكل عام اللي تتبعوا حزب الاصلاح، انتم ما تتبعوش عشان دين، تتبعوه عشان العيال الاحمر يسرقوا عدن، يسرقوا ممتلكات الجنوب.
هذا كامل. يعني حاولوا انكم تفصلوا الدين عن حزب الاصلاح. الدين حاجه وحزب الاصلاح حاجه. عيال الاحمر حاجه. عيال الاحمر عايشين في كل الدول، اغنياء، معاهم فلوس، لانهم سرقه. هذا اللي قالوا صندقه ما صندقه. فين حق حميد الاحمر؟ عدو هنا في كان قريت قبل شويه حق حميد الاحمر قال صندقه، طلع معه اراضي السرقه من داخل عدن. فيعني اصحاب الاصلاح اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في ممتلكات القلوب، راجعوا نفوسكم، افصلوا الدين، ما لكم من القنية السكر او القنية الدقيق والدب الصليب. هذا الدين ما لش دخل بحزب الاصلاح. تبعوا قسوا على دينكم عادي، اما انكم انتمائكم لحزب الاصلاح انتم تقووا حزب الاصلاح يعني عشان يرجع يسرق من جديد. رجع الان الشيء يستولي على يرجع ممتلكاته، شوفوا، ويستولي على ممتلكات جديده. يعني استمراركم بدعم حزب الاصلاح يعني استمراركم بدعم انه ينصب الجنوب. زي ما اصحاب المؤتمر ساكتين على الحوثي على اساس انهم متفقين ضد العدوان، والحوثي جاي يفجر مساجد، يعني هم بيتحصلوا اثم، وانتم يا اصحاب الاصلاح بتحصلوا اثم زي ما يحصل اصحاب المؤتمر انهم قابلين على ان الحوثي يفجر مساجد بيوت الله. فانتم عند رب العالمين بتكونوا محاسبين. اتقوا الله في انفسكم، راجعوا انفسكم، حاولوا تفصلوا الدين عن الحزب، عن حزب عيال الاحمر، حزب الشيطان. وتحياتي لكم.